عن المبتلى من مرض. بداية، المرض سنة الله عز وجل شانه في خلقه، واضح؟ ولا أحد مهما بلغ من التقوى أو من الفجور نستطيع أن نقول هذا المرض ابتلاء، واضح؟ فلربما لأن المرض إن أصاب المسلم سواء كان فاجرا أم صالحا هو خير. هذه يجب القناعة أن نوصلها لكل مسلم، أن المرض إذا أصاب المسلم، إذا أصاب الرجل إن كان مسلما سواء كان فاجرا أو صالحا فهو خير، لا شك في هذا. إن كان فاجرا يحط عنه الخطايا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان صالحا يرفع الله به درجته. النبي صلى الله عليه وسلم مرض، الصحابة مرضوا، واضح؟ وأحيانا العبد لا يستطيع من رحمة الله، وهذه خذها فائدة من رحمة الله، أحيانا العبد هذا ما يستطيع قيام الليل، ما يستطيع يتصدق، ليس بأهل صلاح ولا صوم، فيبتليه الله بالأسقام والأوجاع لتكون له مفتاح للجنة، فيبتليه الله عز وجل شانه بالأمراض والأوجاع حتى تكون له مفتاح للجنة. ربما رجل ابتلي بمرض ويعلم هذا الرجل علم اليقين أن هذا المرض بسبب الذنوب، ما نقول له أن الله ابتلاك، نقول الله عز وجل ربما جعل هذا المرض كفارة لك مفتاح للجنة. لهذا اسمعني واعطني سمعك. الله سبحانه يحب العبد مهما كان، طالما أنت مسلم يحبك، واضح؟ طالما اسمك مسلما يحبك، طالما أنك تقول لا إله إلا الله يحبك سبحانه وتعالى. فأحيانا جاء في الأثر في بني إسرائيل، هذا الأثر يعني يجب أن تقف عليه وقفات. الله عز وجل ابتلى رجلا من الصالحين من بني إسرائيل، قال جبريل عليه السلام يا رب لما ابتليته وأنت تحبه؟ ماذا قال الله؟ قال ابتليته حتى أسمع صوته. عن المبتلى من مرض. بداية، المرض سنة الله عز وجل شانه في خلقه.